هو انت من بلد زينب؟ الجملة دي ممكن تتقال كإهانة وممكن تكون فاهمها غلط طول عمرك، بس في المنيا الجملة دي مش شتيمة، دي حكاية كاملة اتقالت غلط. زينب ست مصرية فلاحة أصيلة ساكنة في بيت على السكة الحديد، عايشة مع جوزها اللي كان كل حياته. يوم من الأيام وقف القطر ونزل جندي إنجليزي شاف زينب وقرر إن في حاجة عندها ممكن ياخدها منها. هربت وصرخت وجوزها وقف قصادها رصاصة واحدة وجوزها سقط. دفنته زينب في أرضه وصحيت تاني يوم ومشيت على السكة. ما عيطتش وما خافتش، بس كانت مستنية كل يوم القطر يقف وزينب واقفة هناك. الجنود الإنجليز اللي بينزلوا ما كانوش بيرجعوا. الرواية بتقول 29 جندي، ست فلاحة بإيدين فاضية وجيش كامل خايف منها. لما اكتشف الاحتلال قرر يخوف الناس بيها، بطروا أطرافها وهي حية. بعد كده قتلوها وأمروا إن القطر ما يقفش في المنيا تاني. بس الأهالي فهمت الرسالة وخرجوا بإيديهم، خلعوا قضبان السكة الحديد 1919، وتحديدا في 18 مارس بقى عيد قومي للمحافظة. المؤرخين مش لاقيين وثيقة رسمية باسم زينب، بس المنيا اتخذت ليها عيد قومي. ويمكن ده وثيقة من نوع تاني، لأن في ناس مش بتتكتب في السجلات، بتتكتب في الأرض، في الغضب، في الذاكرة اللي رفضت تنسى. المرة الجاية لما حد يسألك انت من بلد زينب، رد عليه وقول له ايوه، افتخر.